هتفضل فاكر كلام ابوك خوف عليك زياده لحد ما الدنيا هتعلمك. زمان كان ابويا يقعد يقول لي: يا ابني محدش هينفعك غير نفسك، محدش هيشيل الطين مكانك، ومحدش عندكم نفسه غيرك. وانا دايما كنت باخد الكلام ده من هنا واطلعه من الناحيه التانيه، كنت دايما بشوف الدنيا ابسط من كل التعقيد ده، لحد ما بتيجي اللحظه الحقيقيه وبتصطدم في الواقع. ساعتها بتيجي اللحظه وبتصطدم بالواقع، وتبدا بقى الدنيا تلف بيك، وتلاقي نفسك بتكبر، وتلاقي نفسك عمال تاخد خبطات حقيقيه. وفي اللحظه اللي انت كنت مستني ان حد يسندك فيها، تفاجئ انك ما لقيتش غير نفسك وقتها. ساعتها هترمي في ودنك جملة: محدش هينفعك غير نفسك. وساعتها هتكتشف إن السند الحقيقي هو اللي أنت بتبنيه جواك، مش اللي بتستناه من بره. فده يوصلك لمرحلة النضج، وتبتدي تفهم يعني إيه محدش هينفعك غير نفسك، وتبتدي تعرف إن أكبر معطل ليك ما كانتش الظروف ولا كانت الناس. بتفهم وقتها ان كان اكبر معطل ليك هو خوفك وتأجيلك وثقتك في الشخص الغلط. وتبتدي تدرك مع الوقت ان انت اللي كنت مكتف نفسك، فتفهم برضو ان انت الوحيد اللي لازم تفك نفسك. النضج اللي بجد بيبدأ لما تبطل تلوم الظروف وتبتدي تحاسب نفسك. فساعتها بتوصل لمرحلة الاستيعاب الكامل، وتبدأ تستوعب كل كلمة اتقالت لك بالحرف، وتستوعب ان شيل الطين ده مش عقاب، هو ده اللي هيقويك وهيخليك راجل بجد. وجود الأهل نعمة كبيرة في حياتك، بس الاعتماد عليهم اعتماد كلي هيخليك ضعيف قصاد أي ريح. وبمجرد ما تاخد أول قلم من الدنيا هتلاقي نفسك في ثانية إلا ثانية جبت لمسة كتاف على الأرض. في الآخر نصيحتي ليك: استسلم في نفسك كأنك أغلى حاجة تملكها، لأنك فعلا كده. متستناش حد يشيل الشيلة بتاعتك، شيلها وأنت مبتسم، شيلها وأنت راضي، عشان هي دي اللي هتبنيها. أتمنى تكون رسالة بسيطة.